الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال جملة لفتت انتباه ناس كتير. اطمنوا على مصر كويس، محدش بفضل الله بفضل الله بفضل الله يقدر يقرب للبلد دي. السؤال هنا، ايه اللي مخلي رئيس مصر يتكلم بالثقة دي؟ وهل فعلا مصر بتملك قوة تخلي شعبها مطمن وسط كل الحروب اللي حواليها؟ المنطقة كلها تقريبا على صفيح ساخن، لكن رغم ده مصر دايما بتظهر بثبات. السبب الأول هو الجيش المصري، واحد من أكبر وأقوى الجيوش في المنطقة، وعدد قواته يتعدى 450 ألف جندي، بالإضافة لمئات الآلاف من قوات الاحتياط. ومش بس العدد، لكن كمان التسليح. مصر عملت تحديث ضخم لقواتها المسلحة، دخلت أسلحة حديثة من دول مختلفة، طيارات رافال الفرنسية اللي بتملك منها مصر أكتر من 50 طيارة، غواصات ألمانية متطورة، حاملات مروحيات مسترال، غير أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. الفكرة هنا إن مصر بقت تمتلك جيش متنوع التسليح، مش معتمد على دولة واحدة. الجيش المصري مش مجرد قوة عسكرية، لكن عنده خبرة طويلة جدا في إدارة الأزمات وتأمين الحدود. كمان موقع مصر نفسه قوة. مصر بتتحكم في قناة السويس، واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم، وأي اضطراب فيها ممكن يأثر على التجارة العالمية كلها. غير كده إن مصر دولة مؤسسات، هدفها الأساسي حماية الشعب والأرض. جيش وشرطة وقضاء ووزارات، أجهزة كلها بتشتغل للحفاظ على استقرار أكثر من 100 مليون مواطن. لكن السر الحقيقي لقوة مصر مش السلاح، السر الحقيقي الشعب المصري نفسه، الشعب اللي عبر حروب وأزمات وتحديات كتير، وفي كل مرة بيقف جنب بلده وجيشه ومؤسساته. على بلاطة، لما القيادة المصرية بتتكلم بثقة، ده بيكون مبني على قوة عسكرية كبيرة، موقع استراتيجي، خبرة طويلة في حماية الدولة، وشعب مؤمن بدولته ويضحي بروحه عشانها.